تخيل ان اسماعيل ياسين اللي خلى مصر كلها تضحك كان ممكن ما يمثلش خالص بسبب الفقر، وده غير انه اتظلم كتير رغم كل اللي عمله للسينما المصريه. بس في الحلقه دي هنعرف ازاي بقى ملك الضحك واسرار محدش يعرفها عن حياته الصعبه. انا مريم محمد وده برنامج اسرار نجوم العرب. اسماعيل ياسين الراجل اللي خلى الضحك يبقى فن، ومن اول ظهور ليه الجمهور وقع في حبه. بس ورا الكاميرا اسماعيل عنده حكايات واسرار ومواقف صعبه هتخليك تشوفه بنظره تانية خالص. في الحلقه دي هنتكلم عن ارقامه القياسيه واصعب المواقف اللي عدت عليه والظلم اللي اتعرض له، وكمان ثروته اللي ضاعت بسبب الديون. اسماعيل ياسين اتولد سنه 1912 في السويس، وكان ابوه عنده محل ذهب، لكن الافلاس وسجن الاب خلاه يعيش طفوله صعبه جدا. كان بيشتغل في القهوه عشان يجيب فلوس. في بدايه مشواره اسماعيل كان بيغني مونولوجات في الكازينوهات، وموهبته لفتت انظار بديعه مصابني اللي ضمته لفرقتها، وهنا بدا مشواره مع الفن. اول ظهور ليه في السينما كان سنه 1939 في فيلم خلف الحبايب، وبدا يكسر الدنيا في الاربعينات والخمسينات بافلام كوميديه عملت ضجه زي اسماعيل ياسين في الجيش واسماعيل ياسين في البوليس. اسماعيل ياسين عنده ارقام تخلي اي ممثل تاني يحس انه بيتفرج، زي انه مثلا شارك في اكتر من 160 فيلم، وده خلاه يبقى اكتر ممثل مصري عنده افلام باسمه في تاريخ السينما. هو اول ممثل في العالم تسمى سلسله افلام كامله باسمه زي اسماعيل ياسين في البحريه واسماعيل ياسين في مستشفى المجانين. مفيش نجم عمل افلام مع نجوم كبار زيه زي فريد الأطرش وليلى مراد وشاديه وانور وجدي. اسرار ملك الضحك: ادمان القراءه. رغم انه مش متعلم، اسماعيل كان بيحب يقرا الكتب ويعرف اخبار العالم، وده خلاه عنده ثقافه كبيره. خوفه من الوحده: اسماعيل كان بيخاف من النوم لوحده، ودايما كان بيطلب حد يفضل معاه في الاوضه بسبب ذكريات الطفوله الصعبه. موقفه مع الجيش: لما عمل فيلم اسماعيل ياسين في الجيش اتعرض لانتقادات من ناس كتير افتكروه انه بيسخر من الجيش، لكنه كان بيدعم الجيش بكل حب، وده خلاه يتصدم من النقد ده. اسماعيل كان بيعشق السباحه، وكان بيحب الساعات الفخمه، ودايما بيلبس بدل شيك رغم انه كان بسيط جدا. اسماعيل ياسين للاسف ما خدش جوائز كتير رغم شعبيته الجارفه، لكن تم تكريمه بعد رحيله في مهرجانات زي القاهره السينمائي، واتعملت افلام وثائقيه عنه. في 2010 تم منحه جائزه تقديريه من مهرجان القاهره السينمائي الدولي عن مشواره الفني. تكريمه الاكبر كان من الجمهور اللي لحد دلوقتي بيشوف افلامه وبيعتبره اسطوره الكوميديا اللي ما فيش زيها. رغم شهرته اسماعيل ياسين اتعرض لظلم كبير بسبب الضرايب اللي خدت منه فلوس كتير، ده غير ان المنتجين بطلوا يستعينوا بيه في الستينات، وده خلاه يمر بازمه ماليه كبيره. في اخر ايامه اسماعيل كان بيشتغل في مسارح صغيره عشان يقدر يصرف على بيته، ومات سنه 1972 وهو عليه ديون كتير جدا. ورغم كده الناس فضلت تفتكره بالضحكه اللي ما بتنتهيش. في عز مجده اسماعيل كان بياخد 3000 جنيه في الفيلم، وده كان رقم ضخم وقتها، لكن بسبب الضرايب والازمات الثروه راحت ومات وعليه ديون كتير. كان عنده شقه في وسط البلد لكنه اضطر يبيعها عشان يسدد ديونه، وده خلى نهايته تكون حزينه رغم انه ضحك الملايين. ودي كانت حكايه اسماعيل ياسين، الراجل اللي خلى الضحك يبقى فن، واللي رغم كل الظلم اللي اتعرض له فضل ضحكته عايشه معانا. ايه اكتر مشهد حبيته ليه؟ شاركنا في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد عن نجوم الزمن الجميل. اشوفكم في الحلقه الجايه.